بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني، يلي في ضيقة مادية وعليك ديون كتير، ويلي مربوط برباطات عدو الخير، ويلي في تجربة مرض شديدة. اتشفع بملاك الله رفائيل النهاردة في تذكاره وجرب محبته. ده ملاك الله رفائيل هو الثالث في رؤساء الملائكة، ومعنى اسمه شفاء الله. هو شفيع قوي للمساكين والمظلومين والحزانة، زي ما فرح قلب طوبيا لما كان قلبه حزين. هو شفيع قوي للصديقين واللي رافق طوبيا في سفره ورجعه سالم لوالديه. علشان كده يتقال على ملاك الله رفائيل ملاك السلامة، ملاك الطريق والسفر، شفيع قوي للمسافرين. مش بس كده، ده شفيع قوي للمرضى، خاصة أمراض العيون المختلفة، زي ما فرح طوبيت الأب أبو طوبيا وفتح له عينيه. وشفيع قوي للمربوطين برباطات عدو الخير والمأسورين، زي ما فرح قلب سارة وفكها من كل الرباطات وكل قيود مأيدها بيها عدو الخير، وبعد عنها إبليس اللعين. ومش بس كده، ده كمان بعدها وفقها مع زوجها الأمين طوبيا ابن طوبيت. علشان كده اتسمى ملاك الله رفائيل بملاك الفرح والتهليل، علشان دايما بيفرح القلوب. وكل اللي يطلب ملاك الله رفائيل بإيمان ويتشفع بيه يفرح في الحال. ومعروف عن ملاك الله رفائيل في بلاد الغرب هو شفيع للملاحة والبحارة والتمريض كمان، زي بلاد النمسا والأرجنتين وبولندا. تلاقي صورته حاطينها في المستشفيات، وخاصة في غرف عمليات العيون. وانت كمان مستني ايه؟ اتشفع النهاردة بملاك الله رفائيل في يوم عيده، ده مفرح القلوب، وشفاعته بتفرح كل قلب حزين ومكسور، وتنوره بالشفا والنعمة. ومن اللي جرب شفاعة الملاك رفائيل وفرحه كان 2 من العمال، كانوا فقراء جدا وكانوا شغالين في صناعة الطوب، وعملوا لنفسهم زي دليلة يعني علشان يتحاموا فيها من حر الشمس في عز الصيف. وكانوا حاطين فيها على الحيطة صورة للملاك الله رفائيل، وكانوا لما يروحوا يرتاحوا كانوا يبصوا له ويتشفعوا بيه ويقولوا له: يا ملاك الفرح، يا ملاك الله رفائيل، اتشفع لينا عند رب المجد، يرفعنا ويعلينا الخير والرزق الكتير. وفي مرة واحد من زمايلهم دخل عليه مكان راحتهم واستهزأ بالصورة، وقطع جزء من الصورة اللي مرسوم عليه جناح من جناحات الملاك. في الحال ايده يبست ووقع ميت على طول. لكن عدو الخير ما فاتتهوش الفرصة، أخد شكل جندي من جنود الملك وراح بسرعة جرى أوام على أهل المصاب وقال لهم: اللي 2 رجالة اللي هناك اللي قاعدين وبيصنعوا طوب هم اللي موتوه. وفي الحال اتقبض على 2 العمال واترموا في السجن، لكن ربنا ما هنش عليه، بعت لهم ملاك الله رفائيل، راح طمنهم وعزاهم وقال لهم ما تخافوش، وفتح لهم كمان أبواب السجن وخرجهم وروحوا أوام على بيتهم. فمجدوا ربنا وشكروا ملاك الله رفائيل. لكن أهل الميت ما سكتوش، راحوا أوام مسكوهم. لكن ملاك الله رفائيل أخد شكل إنسان وراح لهم وقال لهم: 2 عمال لو صلوا هيقوم الميت وهيقول على مين اللي عمل فيه كده. وفعلا
أخدوا الاتنين عمال وراحوا عند الميت وصلوا ورشموه بعلامة الصليب، وقال الحقيقة في الحال، وقال أنا اللي اعتديت على صورة الملاك المتعلقة على الحيطة، وقطعت جناح وإيدي يبست في الحال، ومت وهلكت على طول. ظهرت حقيقة وبراءة الاتنين عمال بشفاعة ملاك الله رفائيل، نجاهم من السجن ومن الموت الأكيد. بس لسه الحكاية ما خلصتش والمعجزة ما انتهتش. فضلوا الاتنين عمال يتشفعوا بملاك الله رفائيل. مرة شافوا رؤية، شافوا نفسهم جوه كنيسة مليانة بالشعب، وموجود نسر، وعطى الواحد فيهم إكليل والتاني، والرؤية خلصت على كده. وعدت الأيام وجه الوقت إن الملك مات فيه، وراح الشعب لكنيسة ملاك الله رفائيل يصلوا ويطلبوا من ربنا يرشدهم مين الملك الجديد اللي يمسك مكان اللي مات. وهم بيصلوا شافوا نسر معاه إكليل المملكة وحطه على راس عامل من العمال، فصرخ الشعب بصوت عالي: مستحق مستحق مستحق. وفي نفس السنة والشعب صلى وطلب من ربنا الإرشاد والمعونة، وربنا أرشدهم واختار العامل التاني هو اللي يكون بطرك. وهنا اتحققت الرؤية اللي شافوها الاتنين العمال، واحد أخد إكليل والتاني أخد مفتاح، والعامل اللي بقى بطرك أخد فاسه اللي كان بيقطع فيه بالتين وعملوا صليب يبارك بيه الشعب، والعامل اللي بقى ملك أخد فاسه وعملوا عكاز علشان كل شوية اللي عملوا صليب واللي عمل عكاز يفتكروا عمل ربنا العجيب معاهم بشفاعة ملاك الله رفائيل، وإزاي ربنا علاهم ورفعهم. انت كمان اتشفع بملاك الله رفائيل وهو هيفرحك في عيده. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم خير وبركة وأفراح وتعويضات بشفاعة أم النور، أمنا العذراء مريم، أمنا الحنونة، وبشفاعة حبايبها الكتار قوي من الشهداء ومن القديسين، وبشفاعة كل جيوش السمائيين، وبشفاعة مفرح القلب الحزين ملاك الله رفائيل، وأمير الشهداء سريع الندى الجدع قوي اللي مش بيتأخر عن أي حد ينده عليه ويستنجد بيه ويقول له انجدني يا روماني، يجي ماري جرجس أوام وينجيه. قناة البطل الروماني.